واحد السلام عليكم. كلشي صافا، كلشي مزيان، سنه سعيده لكلشي واخا جات معطله. الصراحه هي راه دازت سنه سعيده للعالم كامل من غير بلاد وحده، واللي هي المانيا، واللي تعرضات لاكبر عمليه سطو في التاريخ ديالها. وبينما العالم يلهو وكلشي كيوجد الراس العام، فرا كانوا هناك واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي كيوجدوا لحاجه اخرى، واللي هي اكبر عمليه سطو عرفتها المانيا، واللي حتى فات الفوت عاد غادي يكتشفوا باللي راه 30 مليون اورو والذهب والمجوهرات غادي يغبروا بلا حتى شي اثار. هادشي هذا طرا في الليله ديال راس العام 31/12/2025 في المانيا، وبالضبط في واحد المدينه اللي سميتها هيلسنكي، في واحد البنكه اللي سميتها سباركاس، واللي من بعد غادي يقولوا عليها الصحافه والاخبار باللي كان سطو سينمائي بحال داكشي ديال لا كازا دي بابيل بالضبط. البنك ديال سباركاس ما كيتعتبرش بنك عادي، وانما راه من اكبر واقدم البنوك اللي كاينين في المانيا، والناس راه كيديروا فيه واحد الثقه اللي عمياء. والفرع اللي طرا فيه السطو ما كانش فيه غير الفلوس، وانما كان فيه الذهب، وكانوا فيه مجوهرات اللي الناس ورثوها على جدودهم وما كانوش باغيين يخليوها في الدار باش ما تشفرش، وحطوها في البنكه. الساعه اللي طرا راه طرا. دابا اجي لهاد خوتنا اللي شفروا اللي المعلومات عليهم قليله بزاف. خوتنا ماشي جاو غير بين الليله والنهار وداروا هاد العمليه، وانما راه كانت مدروسه، حيت اختاروا واحد الوقت اللي كتكون فيه الحراسه مشدده غير في الاماكن العموميه، واللي هي الايامات اللي قبل من راس العام، وزيد عليهم الليله ديال راس العام، زيد عليها البنك مسدود، حتى شي واحد ما خدام، الناس كلشي مسافر، كلشي خارج يحتفل، وزيد عليها الليله اللي غيطرا فيها هادشي هذا. فرا كانت موسيقى في الزنقه والالعاب الناريه، وهذا الشيء اللي عطاهم الوقت الكافي باش يقدروا ينظموا هذه العمليه كامل. والبوليس هما اللي كيقولوا هذه القضيه، كيقولوا باللي راه هذا الشيء هذا ما يمكنش يكونوا داروه غير في نهار، حيت الحفر كان صعيب بزاف. وكاين اللي كيقول باللي راه استغلوا ديك الوقيته ديال الليله ديال راس العام وداروا فيها كلشي. وعلاش البوليس كياكدوا هذا البلان هذا؟ حيت ان هذوك خوتنا ما دخلوش من الباب، وانما غيمشيو للباركينغ اللي كاين من تحت البنكه، وجابوا ماتيريال اللي يقدر يدير حفره في الحيط اللي لاصق على الخزينه. نورمالمون بحال هاد الحيوط هادو كيكونوا ناضين عامرين حديد وغلاط، وحتى واحد ما يقدر يدخل منهم من غير الا هاد خوتنا كانوا عارفين اش كيديروا، يعني الماتيريال اللي جايبين عارفين ولا ياش صالح بالضبط. ما علينا، في كلتا الحالتين واش داروا داكشي في ليله وحده او لا خدم منهم دوك الايامات كاملين اللي قبل من راس العام، الخلاصه كتقول بلي هاد خوتنا قدروا يحلوا اكثر من 3000 صندوق، وماشي بطريقه عشوائيه. خوتنا بحال كانوا عارفين اش من صناديق خاصهم يحلوا، والتقديرات كتقول بلي الطوطال ديال داكشي اللي تشفر كيساوي 30 مليون اورو. وكما قلت لكم، نفس الوقت اللي كانوا الناس كيحسبوا بالعد التنازلي، فرا خوتنا كانوا في البنك كيحسبوا شحال ديال الفلوس غادي يدير. دابا كيفاش حتى تكتشفات هاد العمليه؟ اسيدي غطرا بواحد الطريقه غريبه، غادي تطلق الانذار ديال العافيه، وحيت هذيك المانيا اون فوا كيتسمع داك الانذار ديال العافيه فرا البومبيه كيتحركوا. داكشي اللي طرا، البومبيه غاديين وصلوا جبدوا التيوات كيساينوا وطفاو العافيه، فكيلقاو حفره في حيط، وهنايا غادي يعيطوا للبوليس والقضيه غتبلبل. ما عرفتش علاش جاتني في الراس باللي راه صحاب البومبيه هما اللي يقدروا يكونوا داروا هذا البلان. ما علينا، الوقيته اللي حضر فيها كلشي غادي يمشيو يرجعوا الكاميرات باش يشوفوا شنو سجلات، واللي غادي يبان ليهم هو واحد المجموعه ديال الناس اللي ضاربين كاكولات وهازين سايكان ديال الفلوس، وغادي يركبوا في واحد الطوموبيل اللي هي اودي RS6. ولحد الساعه ما كاينه لا سميه لا اعتقالات لا دلائل على شكون اللي دار هاد الفعل هادي. ولا بانت شي حاجه نديروا شي فيديو طول من هذا، علاش لا؟ نتقاشوا مره اخرى. تهلاو.